كاتب لي ورق صالح لمده 24 ساعه من تاريخ انتاجه. فين تاريخ الانتاج؟ مفيش تاريخ انتاج. يعني انتوا بتغفلونا مثلا. النهارده مقارنه احسن علبه كشري في مصر. اخر مره عملنا المقارنه دي انا فاكر كنا في مول العرب، فاكر انا مصور كنا قاعدين في مول العرب في الفود كورت هناك، وجبنا كذا مطعم وعملنا المقارنه. بس ده كان زمان يعني من كام سنه كده. فاحنا النهارده في 2026 هنعمل مقارنه احسن كشري في مصر. اول مطعم معانا جوز هند. انا استغربت، انا عارف ان في سلسله مطاعم كشري اسمها هند، لكن فكره جوز هند دي جديده عليا. فما اعرفش بقى هل هند اتخانقت مع جوزها فجوزها قرر ينافسها ويفتح مطعم تاني. ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. اما تضحك حتى يجي لي يا اما أخي. تضحك يا اخي. انا جبت من كل مطاعم الكشري اقل علبه او اقل سعر عندهم، بحيث ان الدنيا تبقى يعني باينه وظاهره. انت رايح تطلب علبه كشري تكفيك، فطلبت الصغيره خالص. فيلا بينا نفتح ونشوف مكونات كشري جوز هند. انا معايا براندات تقيله، بس انا قلت نبدا بده. شطه، دقه، ده على قديمه قوي. علبه كشري، علبه كشري جوز هند، ومعلقه وصلصه. بص، كشري على قديمه قوي. العلبه دي ب 30 جنيه. فيلا بينا نفتح ونشوف الدنيا عامله ازاي. يلا بينا نفتح، بسم الله. اول كشري معانا، هو حاطط لك كل حاجه جوه. الحمص صغير جدا، اول مره اشوف الحمص الحجم ده، بس تمام. ركز يا مصطفى. حمص. العلبه دي ب 30 جنيه. يلا بينا نقول بسم الله، دي اجمل لحظه بحبها. كشري على قديمه، شعبي جدا، تاكله ما تتضايقش خالص. اللي بعده توم اند بصل، ده ب 35 جنيه، اصغر علبه عندهم. فيلا بينا. معلقه ومنديل، هنا تحس الدنيا ادميه شويه. علبه الكشري. ايوه بقى، ايوه بقى، ايوه بقى. اللي يعرف ده اسمه ايه يقول لي في الكومنت. اسمه ايه يا مصطفى؟ ما تقولش، ما تبقاش عارف اسمه. بصل. لا. بصل. تمام. وحلو ان هو حاطينه بره. حلو ان هم حاطينه بره عشان ما يتراش من السخونيه بتاعه علبه الكشري. وكيس دقه وكيس شطه. دنيا بسيطه لذيذه. 35 جنيه هتدفعهم وهنشوف الطعم عامل ازاي. يلا بينا يا مصور. ايه ده؟ برضو الحمص الصغير هم ايه، بدأوا يصغروا ولا بيوفروا ولا ايه حكايتهم؟ عجبني قوي كيس الصلصه بالفتحه دي. اوبا، لذيذ. عايز اشغل اغنيه اكادوا من فرط ها اذوب. ايوه، احب انا احط ايه ده، حط احب الصلصه الكتير. بس هو صلصة معمولة في الخلاط بس. هنشوف. لو سمحت ما تحكمش من غير ما نجرب. برضه نفس الكلام. بص الفتحه، عجبني قوي فتحه الحاجه، حلو. بصل. بصل. هو ده الجهل بعينه. نفسي بقى مطاعم الكشري تكتر كميه الدقه. وتعالوا بقى نقلب ونشوف الدنيا عامله ازاي. صلصه كتير، انا احب الصلصه، يعني احب الكشري مخدوم بصراحه. الصلصه غريبه قوي، تحسها لا مش صلصه كشري. لا، في حاجه ناقصه، في لمسه كده. ونخش بعد كده على جحا. جحا ده اللي انا اكتشفته ان هو مكسر الدنيا، عنده ما شاء الله كميه فروع رهيبه. فكيس الصلصه، كيس الدقه، كيس بقى بص مفهوش نقطتين على بعض. كيس الشطه وعلبه الكشري. طيب العلبه دي يا معلم ب 30 جنيه. فاحنا ماشيين تمام. رينج الاسعار من 30 ل 40 جنيه، ما عدتش كده. جبت اصغر العلب من كل حاجه. بصوا الشكل اهو. هوبا بابا بابا. ولا هنا الصلصه غير اللي فات خالص خالص خالص، يعني القوام باين. ونحط الدقه.
حطينا الدقة. تعالى بقى نقلب ونشوف. بص بقى بص بقى. هو مفيش رز ولا إيه؟ فين الرز؟ هو مفيش رز؟ تقريبا المكرونة بس. مم. الرز فين؟ ده انا كنت دايما اجيب من بس عندك. تحس ان ريحتها مميزة. لا هو الصلصة حلوة، انا نقول لسه قايل حالا صلصة جحا مميزة، بس فين الرز؟ دي مكرونة بالصلصة كده. لا لا لا. يلا بينا ندوق ونشوف. هو جامد. صلصة جحا بصراحة مميزة، بس كنت عايز شوية رز، يعني انت وبخلت عليا في الرز. فبصراحة جحا لذيذ يعني عجبني. فنركن على جنب ونخش على اللي بعده، اعتقد رابع محل كده. بعد كده مطعم اشرف. انا ماشي في امان الله، جبت من كام مطعم كده، لقيت اشرف فاتح وريحته جامده. فيا باشا تعالى خش معانا في المقارنه. العلبه دي بكام بقى يا معلم؟ العلبه دي ب 40 جنيه. فاحنا كده ماشيين اهو 30 35 40 اخرنا. صلصه دقه لونها مختلف جدا عن اللي فاتوا، وكيس شطه، ومعلقه برضو محترمه مكتوب عليها كشري اشرف. يلا يا اشرف. بسم الله. اوه حلو حوار الليمونه ده. لا حلو، عجبني. لمسه هي صغيره بس عجبتني. تعالى بقى الصلصه. اشرف. نقول بسم الله ونخش. حلو قوي. ايه ده؟ يا اشرف ده يا اشرف. طيب نخش على اللي بعده، خامس واحد. احنا معانا 8 9 يعني معانا شويه محلات محترمه. فيلا بينا، انا تحمس معايا. شكلك ما عملتش ولا كومنت ولا لايك ولا سبسكرايب. اهم حاجه سبسكرايب عشان تشوفني، وفعل الجرس، في جرس كده صوره جرس، دوس عليه عشان اول لما الفيديو ينزل تشوفه. فيلا بينا نخش على الخامس. كشري رسلان. جبت علبة من عنده ب35 جنيه. ايه ده؟ اوه علبة شكلها كبير. ده الغطا. فكرة جامدة أوي. بص الغطا عامل ازاي؟ لا فكرة لذيذة عجبتني. كيس صلصة محترم. ايه ده؟ ايه كل ده؟ دقة شطة. كل ده ب35 جنيه. فيلا بينا نفتح ونشوف. نقول بسم الله. انا احب احط الصلصة كلها. انا ما بخلش على علبة الكشري بتاعتي. لا دقة 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 بقى. خد دقة. وشطة ملناش فيها. ونقلب. الريحة لذيذة. شكله ايه؟ اللي جرب رسلان قبل كده يقول لي. ده الفرع بتاعهم اللي في اكتوبر، فيقول لي. فيلا بينا نجرب ونقول بسم الله. لذيذ تصدق. وانا ماشي شميت ريحه قويه جدا. مطعم كشري اسمه كشرينا. باشا اقف هات جرب. دخله معاك في المقارنه. الدنيا تمام. لقيته زحمه جدا اساسا، ترابيزات مليانه. بكام العلبه اللي انت هتشوفها دلوقتي دي؟ ب30 جنيه. اسمه كشرينا في الحصري. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه شنطه الصلصه دي؟ ده انا جايب علبه ب30 جنيه. ايه الشنطه دي؟ دي شطه اللي هي طماطم بتبقى سبايسي كده جامد، وشطه عاديه، ودقه. ايه ده؟ ده موضوع كبير. مصور تعال عشان الموضوع كبير. نفتح العلبه. بص الرسمه. رسمه. وحاطط لك شطه زيت. اوه كفايه صلصه ولا ايه؟ كفايه. خد انت شويه صلصه. ماشي. ونحط كيس الدقه. انا عايز بقى اجرب الشطه الزيت اللي فيها طماطم دي. حاسس الموضوع بوم. يعني نحط شويه. حاسس كتير كده بس هنجرب. بس كده.
خش خش. نار نار. لا لا لا، نار 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 نار. تعالوا بقى ننهيها بالتحرير. يعني الراجل ده انا بحبه، المطعم ده انا بحبه بصراحه. العلبه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي ب 35، برضو اصغر علبه في التحرير. كيس الصلصه، كيس شطه، علبه الكشري. ايه ده؟ هو البصل عامل كده ليه؟ بص كيس البصل عامل ازاي. ودقه ومعلقه ومنديل. 35 جنيه. جبت من عندهم وانا قاعد مستني الاوردر واحد رز بلبن. ايه يا جدعان ده؟ ايه الجمدان ده؟ يعني ايه التحفه دي بامانه؟ المعلقه. ويلا بينا نفتح التحرير. شكل العلبه اهو. طبعا ما معلوش بصل من فوق، ودي حاجه حلوه على فكره. المفروض مطاعم الكشري فعلا تعمل الموضوع ده، ان هي ما تحطش البصل جوه العلبه. لان البصل جوه العلبه او ما يطلق عليه ورد، للي ما يعرفش اسمه، المفروض بيتحط بره يعني عشان ما يطراش جوه العلبه. بس هو عامل كده ليه؟ ده بص مجهد ازاي. نفتح ده ونحط صلصة خفيفة ويلا بينا نقلب. بس البصل المعلقة طرية قوي قوي، رخمة 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 يعني. عايزين معلقة ناشفة كده. ايوه كده. ايه المعالق التعبانة دي؟ نقلب كله كده على بعضه. هي المطاعم ما بقتش تحط رز ولا في ايه؟ هو فين الرز؟ لا في رز بس كمية قليلة قوي. مش عارف ليه. هل الكمية يعني هل الرز غالي مثلا فالناس مقللاه؟ انا مش عارف. يلا بينا نجرب ونقول بسم الله. وده اخر مطعم معانا، التحرير. نخش. حانت لحظة الحقيقة. يعني انا هقول لك بقى الدنيا والخلاصة ماشية ازاي. صدقني في مطاعم انا اول مرة اجربها وما كنتش متوقع منها كده خالص خالص. بس اول واحد والطب، ويعني المنافسة شديدة قوي قوي قوي. هو التحرير. تحرير ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ التحرير على وضعه جامد. يليه على طول مين ده؟ كشرينا. تحفه، اول مره اجربوه في حياتي. حلو جدا، سعره مناسب، كميه الصلصه اللي جايه معاه حلوه. يعني كتوتال هو جميل. هو في الحصري. بعد كده كشري اشرف، عجبني جدا برضو في الحصري، جامد جدا. المكونات اللي جايه معاه الدنيا لذيذ، انا مبسوط بيه. بعد كده رسلان حلو قوي قوي. يعني انت بتاكل كشري انت مبسوط، الدنيا مبسوط حلوه، الدنيا مش وحشه. انا برتب لك من وجهه نظري، يعني ممكن طعم بالنسبه لي يفرق لو انت رحت جربت. فانا بقول لك من وجهه نظري المتواضعه. جحا بس انا ما لقيتش رز في الطبق، انا ليه عندكم شويه رز يعني. بالتالي الرز كان ممكن يدخلكم منافسه شديده قوي مع بقيه الدنيا. فالرز كان يعني الكشري حسيت ان هو ناقص حاجه. بعد كده توم اند بصل، يعني لذيذ. وفي الاخر خالص جوز هند. اعتقد لو كانت هند بس كان هيبقى لذيذ. جوز هند يعني. حتى الكشري كان محتاج شويه صلصه قليله، بخله شويه في الصلصه. لكن ده ترتيبي من وجهه نظري المتواضعه. لكن كلهم كشري، وانت لو جنب اي مطعم كشري خش يا باشا كل. بس فكره ان انت تجرب اماكن اول مره تجربها زي اللي انا جربتهم النهارده، اشرف وكشرينا ده، انا اول مره اجربهم. بس اللي اكتسح قوي 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 تحرير. بس متنساش تعمل لايك، تعمل كومنت، قول لي رايك ايه في الحلقه، وايه الحلقه التانيه اللي انت عايزها. اي مقارنه هنعملها. شوفوا فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن اللي بيجرب الاماكن كعميل مش كفود بلوجر. وانتظروا الحلقه الجايه. كل يوم اثنين وخميس هننزل فيديو الساعه 5. سلام.